اسعاري مناسبه ولا غاليه؟ وانا اصلا ليه حاسس بالذنب اني باخد فلوس؟ سؤال ازلي بيجي في دماغ كل اخصائي نفسي، وخصوصا لما تكون التعليقات اللي بتتقال عن شغله انت بتاخد ازاي فلوس على شغلك؟ هو مش المفروض ان انت تساعد الناس ببلاش؟ او ان الاسعار بتاعتك دي غاليه قوي والمفروض ان العلاج النفسي ده يكون متاح للجميع؟ الحقيقه ان انت ما بتقدمش جلسه، انت بتقدم خبرتك وبتقدم علمك ووقتك، وكل ده ليه قيمه. ممكن يكون عندك مشكله في انك تحدد سعر جلساتك بالشكل اللي ما يخليكش تحس بالذنب. رقم واحد، لما تيجي تحسب تكلفه وقتك وجهدك، الرقم ده مش مجرد رقم عشوائي. انت لازم تفكر انت كام سنه درست واشتغلت عشان توصل للمستوى ده، وكام سنه قضيتها تبحث وتقرا وتطور من نفسك، والادوات اللي انت بتستخدمها سواء كان بقى انترنت او مكتب انت مؤجره او دورات تدريبيه بتاخدها. فسعرك لازم يعكس مجهودك ومهارتك، مش مجرد عدد الدقايق اللي انت بتقعدها مع العميل. رقم اتنين، تبدا تشوف ايه هو متوسط اسعار السوق، بس ما تقلدش اي حد. يعني لما تعمل بحث عن اسعار المعالجين في مجالك ومستواك، تشوف المعالجين الجدد بياخدوا كام والمعالجين اللي عندهم نفس خبراتك بياخدوا كام، وتشوف ايه هي الخدمات الاضافيه اللي ممكن يكونوا بيقدموها، فتبدا تاخد فكره عن السوق. بس ما تخليش ده العامل الوحيد اللي يحدد سعرك. رقم 3، حدد نوع الجمهور اللي انت بتستهدفه. جمهورك هو اللي هيحدد سعرك بشكل كبير. يعني ايه؟ يعني انا لو هشتغل مع عملاء اكتر وسعري منخفض فانا كده بستهدف شريحه اقتصاديه شويه، لكن لو انا مثلا هستهدف فئه معينه وسعري هيكون اعلى فده معناه ان العملاء هيكونوا اقل بس الالتزام هنا هيبقى اكتر منك. فمهم انك تختار السعر اللي يناسب جمهورك وفي نفس الوقت يحافظ على قيمتك. رقم 4، حاول تقدم اختيارات متعدده بتناسب ميزانيات مختلفه. مش لازم يكون عندك سعر واحد لكل الناس، ممكن تعمل انظمه مختلفه، زي مثلا انك تعمل جلسات فرديه باسعار معينه، وفي نفس الوقت انك تكون بتقدم كورسات او مجموعات دعم باسعار اقل شويه، مع وجود لايفات مجانيه بتجاوب فيها على اسئله عامه بس ما فيهاش استشارات شخصيه. كده انت بتساعد فئات مختلفه وفي نفس الوقت بتحافظ على سعر جلساتك. رقم 5، خليك واثق في نفسك وما تعتذرش عن سعرك. يعني لما تسمع تعليق ان سعرك عالي قوي ممكن ترد بان انت مقدر الرأي ده، ولكن في نفس الوقت متأكد ان الجلسات دي هتكون استثمار للشخص اللي بيسألك وبيقول لك السعر عالي في صحته النفسية. او لما يجي لك مثلا تعليق تاني يقول لك ايه ممكن تخفض لي السعر، فممكن ترد عليه وتقول له ان انت حددت السعر ده بناء على الخبرة بتاعتك انت والمجهود اللي انت بتبذله معاه في الجلسات، وبالتالي السعر العادل هو اللي هيحافظ على جودة شغلك مش اللي يرضي كل الناس. ومن الاخر احسب تكلفة وقتك وخبرتك كويس، وخد فكرة عن اسعار السوق وما تقلدش حد، واستهدف جمهور معين يناسب مستوى سعرك، وقدم الخيارات المتنوعة اللي تناسب الميزانيات المختلفة. ما تعتذرش عن سعرك وخليك واثق في نفسك.